ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام. انا حزين ان الحكم ساعد نادي الزمالك ان هو يرجع للماتش مره ثانيه، وبقول تاني لنادي الزمالك مبروك النقطه. ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني. ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك اللي شغاله واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني. لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم وبتتكلم على المظلوميه وبتتكلم ان الاهلي بيتجامل وبتتكلم ان الزمالك مش عارف، بتتكلم على الكلام ده، انت بتبني جوه الطفل الصغير اللي جوه النادي ان هو دايما عنده عذر ودايما عنده اكسكيوز، ده احنا الحكم، ده احنا كذا. فلما جيت طلعت ان انا قلت الكلام ده اتهاجمت من الزملكاويه، كان انا فعلا شايف ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني. انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه. ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني. وانا بدرب الزمالك تمام كنت بقول كلام للحكم، يعني ايه، مش عايز اقول لك ايه، اخش في السجن تمام. يعمل نفسه ايه، ما سمعش، مش واخد بالي. وانا ماسك وادي دجله عيني مثلا ولا المقصه ولا بتاع، اقسم بالله ده اقول بس والله العظيم ماتشات في المدرج. والله مره قلت الحكم البنا تمام، قلت له مره يا كابتن حرام عليك اللي انت بتعمله، انا عملت لك ايه؟ راح مديني الاحمر. اقسم بالله انه قرب مني راح مجزعلي وراح مديني الاحمر. قلت له تقدر تعمل معايا كده وانا بدرب الزمالك؟ ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني. انت لما بتتكلم في حته الظلم والكلام ده انت بتدي للعيب بتاعك عذر ان هو يتغلب. ما دي اللي بقول عليها. اكسكيوز يا عم، اسف حاجه، ده احنا نادي مظلومين وبتاع. لا، ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني. ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني. ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني.